السلام عليكم. موضوع جدا مهم، وهواي من عندكم يستفسر ويسأل عن علاج هاي الظاهرة. هذا القمل اللي يتواجد على الريش او على الجلد مال الدجاج. احنا نسميه دود او قمل. العلاج اكو علاجين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبلش بالعلاج الاول اللي هو انا مجربه عن تجربة اخواني وناجح 100%، وما بي اي مضار على الدجاج، يعني ما يسبب اي اعراض جانبية للدجاج. هذا اللي تشوفوه قدامكم الرماد مال الخشب، رماد الخشب. اذا عندكم تنور قديم، او اذا كان عندكم، اذا ماكو تنور قديم يعني تنور هذا الطين مالتنا القديم، ممكن تحرق خشب وتطلع الرماد مالته، او اقرب واحد يبيع سمك مسقوف الصبح قبل لا يسقف، يعني تاخذ الرماد مالته ما يحتاجوه هم، وتخليه بطاسه او بحفره بالقاع، تحفر حفره مثل هاي هسه، تحفر حفره وتخليه الرماد بيها. سبحان الله من كيف هالدجاجة راح تجي وتقعد تنظف نفسها بالرماد. هي عادة تنظف نفسها بالتراب، بس التراب ما ينظف وما يقتل هذا القمل والدود مثل الرماد. الرماد هو أفضل شيء. ناجح 100%، طريقة أنا مجربها وناجحة 100%. وإذا عندك دجاج يعني هواي وكميات هواي، الافضل تخليه لهنا بطاسه مال عماله غميجه او حوض صغير يعني، وترسى رماد وتخليه داخل القفص. شلون هذا القفص مالته؟ تخليه لهن بزاويه من الزوايا، او تحصره بطابوق، يعني تحصر هذا الرماد بطابوق وتخليه هنا. راح سبحان الله يعرفن ان هذا راح ينظف جناح الريش مالتهن من القمل. يعني خلال 3 ايام الدجاج سليم وما بيشي. هاي الطريقة الأولى وهي الأفضل والسليمة أكثر. أما الطريقة الثانية فهي طريقة بيطرية، يعني علاج بيطري. ينقسم أكو علاجين، يعني إذا نريد نجرب العلاج البيطري فهو أكو باودر مثل الباودر ترشه جوا الجلد، بس لازم تكون حذر يعني بمكانات ما يوصلها الدجاج كون يتعرض للتسمم. واكو قطرات همين تعطيها للدجاج، قطرتين بمكانات كون هم ما يوصل. هي المشكلة الدجاج يوصل لكل المكانات من يريد ينظف الريش مالته، فمن هاي احتمال يتسمم. فالافضل نستخدم طريقة الرماد، بس هو اكو علاج يعني بيطري، ومو يعني مو ذاك اللي تتوقع انه سم يقضي على الدجاجة، لا، بس يأثر عليها. فاحنا نتجنب هاي ونبقى على الرماد، هو الطريقة الأفضل والأسلم للدجاج. ومن أهم أعراض هاي الظاهرة اللي موجودة هي القمل اللي على الدجاج، هو يقلل مناعة الدجاج، يوقف النمو، ويقطع الإنتاج. يعني إذا الدجاج مالته قاطع إنتاج فممكن أحد الأسباب هي هاي. فدائما شيك الدجاج مالتك، وأي استفسار او عندك معلومات تحب تضيفها اكتبوا لي بالتعليقات، وربي يوفق الجميع ان شاء الله.